السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير رؤية الفلفل الأحمر الحار في المنام لابن سيرين. من يرى في منامه الفلفل الأحمر أو الفلفل الحار فإن رؤيته بتشير إلى الفرج وانتهاء الهموم والأحزان والرزق الواسع. ربما بتشير إلى زواج الأعزب في وقت قريب، وأكل الفلفل الحار في المنام بيشير إلى سماع أخبار جيدة وتحقيق الأماني لدى الرائي، خاصة ولو كان مستمتعا بمذاقه. أما رؤية الفلفل المطحون هو بيشير إلى وقوع مشاكل بين الرائي وأشخاص مقربين منهم، هي بتكون رؤية غير محمودة. أما تفسير رؤية الفلفل الأحمر في منام الفتاة العزباء، الفتاة العزباء إذا رأت في المنام إنها تتناول أو تأكل الفلفل الحار، فهذا المنام بيشير إلى حظها الجيد سواء على المستوى العلمي أو الاجتماعي، وإنها ستتمكن قريبا من تحقيق أهدافها وطموحاتها. ولكن إذا رأت الفلفل الأحمر وكان غير حار، فتلك الرؤية بتعني وقوع أحداث سعيدة لها في الفترة القادمة، ولكنها تخصها وحدها وليس أحد من أفراد العائلة. أما إذا شهدت الفتاة العزباء في منامها إنها تشتري الفلفل الأحمر الحار، فتلك الرؤية تشير إلى اقتراب زواجها من شخص تحبه وتتمناه منذ فترة، أو الدخول في علاقة عاطفية ناجحة. ولو كان الفلفل أخضر اللون، فهذا بيشير إلى أنها ستقابل شخص طيب يدخل حياتها قريبا. أما الفلفل الحار الفاسد في المنام للعزباء بيشير إلى وجود الغم والهموم في بعض حياتها، وكمان هتوجد بعض المشاكل، لكن إن شاء الله ستحل إن شاء الله. تفسير رؤية الفلفل الأحمر الحار في منام المرأة المتزوجة التي ترى في منامها أنها تضع الفلفل الأحمر على الطعام، فهذا المنام بيشير إلى التخلص من خلافاتها مع زوجها، وستشعر بالاستقرار في حياتها قريبا إن شاء الله. أما رؤيتها دون وضعه على الطعام قد يشير إلى وجود بعض الاضطرابات في حياتها أو شعورها بالتخبط في مشاعرها. الفلفل الحار في منام المتزوجة قد يشير إلى البشرى بالنجاح في حياتها والتقدم في حياتها الزوجية أو العملية. شراء الفلفل الأحمر في المنام بيشير إلى الرزق والخير الوفير الذي سيأتيها ويأتي إلى زوجها. أما أكل الفلفل الأحمر في منام المتزوجة بيشير على حصولها على الكثير من المكاسب في وقت قريب، ولو رأت ثمار الفلفل مبعثرة على الأرض حولها، فهذه رؤية بتشير إلى البركة في الرزق وإن الخير سيملأ بيتها، وقد تدل الرؤية على حب زوجها الشديد لها. أما عن تفسير رؤية الفلفل الأحمر في منام المرأة الحامل، فبيقول مفسر الأحلام إن هذه الرؤية بتشير إلى زوال الهموم عنها، ولو رأت إنها تأكله فرؤيتها بتشير إلى الخير والحصول على المال الكثير في الفترة القادمة. الرائي إذ كان في المنام إنه بيشتري فلفل، ولكن هذا الفلفل باللون الأحمر، فبيشير إلى إن الرائي يشعر بالغضب الشديد في بعض الأمور. أما من يرى في حلمه أنه يأكل الفلفل الأحمر، فهذا بيشير إلى أن الرائي لديه بعض الأمور التي تشعر بالقلق بشأنها، أو أن الرائي يشعر بالتوتر في هذه الفترة. وبيقال أيضا أن رؤية أحد في المنام أنه يمتلك أرض وأنه قام بزرعها، ولكن محصول هذه الأرض أصبح عبارة عن فلفل، وهذا الفلفل أحمر اللون، فإن الرائي في الحقيقة ستواجه بعض العقبات والصعوبات في الحصول في المال أو الرزق بوجه عام يعني، أو هيكون لديه مشكلة في حياته. ويقال كمان إن العزباء إذا رأت في المنام إنها تأكل الفلفل ولكن مع شاب، فهذا بيشير إلى أن هذه الفتاة ستتزوج من شخص صالح في الحقيقة، وإن موعد زواجها قد اقترب. وكمان بنقول إن في منام العزباء لو هي بتاكل الفلفل ولكن هذا الفلفل فاسد غير صالح، فهذا بيحذر الرؤية إنها تقع في بعض المشاكل التي ستشعرها بالحزن والأسى. كمان بنقول إن رؤية المرأة المطلقة في المنام لزوجها السابق وهي بيقدم لها الفلفل، فهذا بيشير إلى أن زوجها السابق غالبا ما يخطط لكي ينتقم منها. بيقال أيضا أن العزباء لو رأت في المنام الفلفل لونه أحمر وعندما تأكله فإنها تجد مذاقه ليس حرا، فهذا بيشير إلى أن الرؤية من الشخصيات الحساسة جدا، وإن عواطفها هي من تسيطر عليها، وإنها من الشخصيات الحنونة جدا وعاطفية، والله تعالى أعلى وأعلم. هنا بيقول الكثير من العلماء إن هذا الحلم يعتبر تحذير للرائية من حكمها على الآخرين من خلال عاطفتها، والذي يجعل الآخرين يقومون باستغلالها، مما يجعلها أكثر عرضة للخذلان ممن حولها. ولهذا السبب يشير هذا الحلم لها بأن تحكم بعقلها وليس بقلبها. أما الشاب الأعزب إذا رأى في المنام إنه اشتهى الفلفل
وأكل من الفلفل الأحمر كثيرا، فهذا بيشير إلى أن الرائي سيرزق بالكثير من المال والخير في القريب العاجل بإذن الله تعالى. رؤية الفلفل في المنام بتعتمد على لونه، في إن الفلفل الحلو الأخضر هو بيشير إلى سعة الرزق والخير الوفير الذي سيحصل عليه الرائي، أما الفلفل الأحمر فأحيانا بيشير إلى المشاكل الموجودة في حياة الرائي، وبعض الوقت أيضا بيبشر إلى قوة عاطفة الرائي، والله تعالى أعلى وأعلم بذلك. وقد ذكر الكثير من العلماء أن رؤية الفتاة العزباء في المنام لنفسها تقطف الفلفل الحار من شجرة، فهذا بيشير إلى أن هذه الفتاة ستتزوج من رجل ثري، وإن هذا الرجل سيكون كريم معاها ويلبي كل كافة طلباتها. كما بيقال إن هذا الحلم برضه للمتزوجة بيعتبر بشرى أيضا لها، فهذا الحلم بيقول للمرأة المتزوجة إن زوجها رجل صالح وإنه حسن الطباع والأخلاق، بالإضافة إلى أن هذا الحلم يشير إلى أن هذه المرأة سيكون لها طفل ناجح ومجتهد في حياته بإذن الله تعالى. دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.